بيجري عليك عشان تأكله. الموضوع بيجي بالتدريج والتدريب. فاحنا هنعتمد على حاجتين، اول حاجة موضوع الاكل، تاني حاجة موضوع الامان او عدم ازعاج الحمام علشان يثق فيك وما يخافش منك. فما ينفعش خالص ان انت تمسك الحمام او تحاول تجبره ان هو ياكل من ايدك. الحمام هيجيلك طول ما هو جعان. فلما نيجي نأكله لازم ما يكونش قصاده غلة يعني موجودة في الارض وانت تيجي تأكله، لا، جوعه، او ما يكونش قصاده اكل بحيث ان هو يجي ناحيتك او يقرب على الاقل منك. واحنا لما نيجي ناكله مش هنمد ايدينا على طول، لا، احنا هنقرب منه الغله على الارض. يعني احنا مثلا نبقى قاعدين او جنبه وهنبتدي ان احنا نرمي له شويه غله واحنا قريبين ما بيننا وبين الحمام، بحيث الحمام يطمن لك ان انت مش هتمسكه او مش هتضايقه. بعد كده هنبتدي ان احنا نمسك الأكالة ونحط فيها. ده في تاني يوم، يعني كل يوم هنعمل حاجة. يبقى أول يوم ان احنا هنقدم له واحنا قريبين منه. تاني حاجة هنحط له الغلة في الأكالة وتحاول تمسك الأكالة بإيدك. تالت يوم، وطبعا زي ما قلنا في كل مرة احنا بنقدم فيها الأكل، الحمام بيبقى مش قصاده غلة أو بيبقى جعان. ببتدي ان انا انزل ايدي، صوابع ايدي لتحت وايدي لفوق. الصوابع بتبقى لتحت بحيث ان هو يقرب. اهم حاجة بقى ان انا ابقى عامل زي ابو الهول كده، يعني ما بتحركش، بحاولش اعمل يمين وشمال علشان ما يحسش ان انت بتخوفه ولا حاجة. وكمان يعني ما تيجي تدخل تأكله يا ريت ما يبقاش معاك حد، او يبقى فيه يعني اصوات عالية قصاده او في اطفال او حاجة، بحيث ان هو ما يجي ياكل يحس ان انت لا مأمن له الدنيا كلها، هو مش خايف ان حد يزعجه او حد يمسكه. بعد كده ان احنا بنبتدي، انا بحط يعني بفرد حجري كده هو زي ما انتوا شايفين وبحط عليها، فابتدوا ان هم يطلعوا. بعد كده بقى حابب خطوة، بس انا يعني الكاميرا معرفتش امسكها. ممكن من هو داخل العيون ان انت تقرب ايدك وهتطلع بالحمام. يعني خلال اسبوع هتلاقي الحمام خد عليك. وطول بالك حبتين علشان في انواع حمام مش بالسهل ان هي تاخد عليك. يعني الموضوع ممكن مع حد او مع نوعيات حمام ياخد 3-4 ايام او اسبوع، حد تاني ممكن ياخد شهر. لكن طول ما انت زي ما قلت لك ما بتخوفش الحمام، او ان انت عامل له الامان، هتلاقيه هو اللي بيجي عليك وبيجي على كتفك وعلى ايدك وكأنكم بقيتوا صحاب. وتقدر تأخد عليك الحمام اكتر بان انت تعمل اشارة مميزة يعرفك بيها وقت تقديم الاكل، زي مثلا صفارة. الجماعة لا زي حالاتي ما بعرفوش يعملوا صفارة، ممكن تعمل لهم يعني زي تكاية كده بايدك، او تخبيطة على الجردل او اي حاجة ليها صوت، بحيث يعرف ان انت خلاص ده وقت الاكل، وبحيث ان هو كمان يسمع كلامك. يعني مش مجرد ان انت بتديله الاكل، لا، ده هو عارف ان انت مصدر الاكل ليه، او هو ما بياكلش غير من ايدك، فبتقدر تبعد ايدك تدريجيا تقدم له ايدك، فهتلاقيه متمسك بيك كمان ومش هيخاف منك خالص طول ما الاكل في ايدك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او اي حاجة حابين تعرفوها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. هسيب لكم شوية كده وانا باكل الحمام وخطوات بالخطوات، يعني مرة بمديله ايدي، مرة بحطه في اكالة. ان شاء الله تستفيدوا. مع الف الف سلامة.